عمركم جربتوا الدجاج بهاد الطريقه؟ فإلا ما جربتوش كنصحكم انكم تجربوها. الدجاج مشوي في الفران كيجي مذاق ديالو بنين ما تشبعوش منه. وعلى بركه الله، في ان غادي نحتاجو سكينجبير طري، غادي نحكو شويه في الحكاكه، كنزيدو لهم هنايا شويه د الربيع الثومه، وكنزيدو التوابل. هنايا درت العطريه ديال الدجاج، الملحه، شويه ديال القزبر بودره، سكينجبير والتحميره. المهم هادو التوابل كاملين ديروا داكشي اللي عندكم. صافي كنزيدو شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت، وكنزيدو في اخر حاجه الزعتر. من بعد كنخلطو مزيان ديك التشرموله، كنديرو فيها الدجاج اللي منقي مزيان مغسول بالحامض. صافي المهم الدجاج اللي كان عندكم هو المصاصات، المهم الصدر، المهم اللي كان عندكم. صافي من بعد ما كنشرمل داك الدجاج مزيان، كناخذ الصينيه كنرشها بشويه ديال الزيت، وكنستف هكا طريفه ديال الدجاج كما شفتوا معايا بهذه الطريقه. واخر حاجه كناخذوا شويه ديال الازير كنرشوه من الفوق، كيعطي واحد المذاق زوين هكا. الدجاج مشوي ولا اي حاجه مشويه كتجي فيها مذاق زوين. صافي كنغطيه بورق الفرن اللي كنفخو شويه، كنديرو من الفوق وكندخلوا الفرن يطيبوا. ومره كنحل على الفران، كنجبد الصينيه وكناخذ واحد السكين كنتقبهم، كناخذ داك السكين كنتقبو هكا بلاصه ديال اللحم، وكنشوف واش طاب الدجاج ولا مازال. فالا كان طاب ما نزيدش عاد طيبوه عاد كثر. صافي كتحيدوا غير ورق الفور وكتردوه يتحمر من الفوق. شوفوا المريقه اللي طلقت في الصينيه، صراحه ديك المريقه كتجي زوينه. واما الا بغيتو تحتفظوا بديك المريقه، حيدوها في شي كاسرون باش ما تنشفش ليكم. اما الا بغيتوها تبقى هكا تتنشف مع داك الدجاج، خليوها. المهم انا خليتها ما حيدتهاش حتى نشفت في ديك الدجاج، بحال داك الدجاج شرب كامل ديك المريقه، جا هكا بنين. وهنايا خديت الخضره، اللي اي نوع خضره اللي عندكم نتوما. خديت صوتيتها هكا شويه في زيت الزيتون، كلشي درت لهم نفس الطريقه. خديت هنايا الخيار، الباربه، مطيشه. وهنايا في الصينيه رشيت هنايا الكرنب. انا ما كانش عندي الخس فدرت غير الكرنب بدل الخس. هنا كما شفتوا معايا الرز حتى هو درتو هكا من الجوانب. بالنسبه الا بغيتو الطريقه ديال الرز، انا المهم حطيتها لكم الطريقه ديال الرز ملي حطيت لكم هذا الفيديو في القناه. الا بغيتو نحطها لكم مره اخرى نحط لكم الطريقه ديال الرز، كتبوها لي غير في التعاليق. صافي هنايا خديت الدنجال قليته في الزيت كما شفتوا معايا، حتى هو رافقته هكا بالجوانب. والدجاج في الاخير بعد ما تحمر، شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله بنين وغزال. درتو هكا درتو مع الخضيره، وهذا هو الشكل ديال الدجاج. شوفوا كيفاش كيجي فتي ما شاء الله بنين. عرفتوا المذاق ديالو ما شاء الله، غير جربوها اكيد غادي تعجبكم، وغادي تحضروها هكا لضيافكم واللي كيبغي هكا الدجاج مشوي في الفران. فهذه طريقه زوينه وسهله، فغير جربوها. وما تنساوناش من لايك الفيديو، وما تنساوش الا عجبتكم الوصفه تبارطاجيوها مع حبابكم، وتسجلوا عندكم الوصفه رمضان، اكيد غادي تعجبكم وتنفعكم بزاف مع ضيافكم. وبالصحه والراحه، ما تنساوناش لايك الفيديو.